السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هعمل صينية بطاطس بالأوراق المشوية. عندنا هنا وركان فراخ مغسولة ومنقوعة في ماء النقع ونضيفة، وعندي هنا البطاطس سمكات تخين كده عشان يتحمل سوى الفراخ، وعندي البصل، وعندي الفلفل طبعا، وعندي البهارات. عندي البصل اللي هو المفري، وملح وفلفل وجنزبيل وبابريكا وبهارات فراخ ومعلقة سكر و2 معلقة زبادي و2 معلقة صلصة. هدعك البهارات مع البصل المفرية بالإيد بالشكل ده. بعد كده أحط معاهم الصلصة والزبادي واستمر في الدعك. هاخد نص الخليط واحطه على البطاطس والبصل، والنص التاني هتبل بيه الفراخ بالشكل ده، من الجلد ومن الخلف وما بين الجلد احط واحشي بالشكل ده. بحط الوراك على الصينية بعد ما دمجت التتبيلة مع الخضار، بحطها بالشكل ده كده. الصينية بتكون جاهزة، اللي هي صينية البطاطس بالأوراق المشوية، مولعة الفرن قبلها ب10 دقايق على الرف الأوسط على درجة حرارة 200. ما بحطش مية، الخضار اللي موجود مع التتبيلة هو اللي بيسوي الصينية، بس بغطيها بغطاء محكم لحد ما تستوي، وبعد كده بشيل الغطا عشان تحمر في الشواية. ودي شكل صينية البطاطس بالأوراق المشوية. حطيتها في الفرن على درجة حرارة 200 ربع ساعة الأولانية، وبعد كده حطيتها على درجة حرارة 180 علشان تستوي براحتها، لأن أنا مش حاطة فيها مية. المية اللي في الخضار هي اللي بتنزل وبتسوي الخضار والفراخ. لو أنا عايزة اديلها ريحة الكباب بجيب طبق وفيه حتة فحمة جمرة واحطها في المنتصف في قلب الطبق، وعليها نص معلقة زيت، نقطة زيت، واغطي عليها فتديني ريحة الكباب. ولو انا مش عايزة احطها في الفرن من الاول بحط ربع كوباية مية واحطها على البوتاجاز تستوي، وبعد كده بدخلها الفرن. وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.